السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة الخير؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. نوع حمام يا جماعة الخير ما ينفعش ان احنا نربيه مطلقا، والله العظيم والله العظيم. الحمام ده بيسبب امراض كتير للحمام عندنا، حمام بيعدي الحمام، حمام بيمرض الحمام. النوع ده يا شباب بالذات ما ينفعش ان احنا نربيه عندنا نهائي، لان الحمام ده يا شباب فعلا هو سبب في امراض كتير عندنا، وما بيخليش فيه انتاج اصلا، وبيخليك طول السنة عندك امراض بسبب نوع الحمام ده. لان الحمام ده يا شباب بيبقى حامل لامراض كتير، حامل لامراض كتير. فطبعا يا جماعه الخير ما ينفعش ان احنا نربي الحمامه دي مطلقا عندنا. تعالى يا شباب اوريكم حاجه انتوا كلكم بتسالوا عليها، وكلكم انتوا بتدوروا عليها وسالتونا عنها في الفيديوهات. هنوريها لكم دلوقتي لان هي خلاص ان شاء الله تعالى مقربه تطير. فطبعا يا شباب الناس اللي عارفه ان انا حضنت يمام تحت الحمام، الناس اللي عرفت ان انا حضنت يمام تحت الحمام، حضراتكم شايفين يا شباب القفص اللي هو فوق دوت، القفص اللي هو فوق دوت اللي واقفه دي يا شباب، دي يمامه، ديت اليمام اللي انا كنت جايبه زغاليل صغيره، كنت جايبه زغاليل صغيره وبدا يبقى بالشكل اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم، بالشكل اللي انتم شايفينه حضراتكم ده. طبعا اليمام برضه يا شباب ما ينفعش ان احنا نربيه مطلقا، اليمام البري ما ينفعش ان احنا نربيه مع الحمام، اليمامه المجهوله المصدر. ولكن اليمامه اللي انت عارفها ومحافظانها على ايديك، وطبعا ان انت فارخها على ايديك، طبعا ان احنا نربيها عادي ما عندناش اي مشاكل. شايفين يا شباب اليمامه ما شاء الله تعالى اللي احنا كنا جايبينها زغلوله صغيره خلاص بدات ان هي اتعلمت الطيران، وان شاء الله تعالى هتروح وتيجي على المكان، وهنعودها على المكان، وهتبقى طريقه جديده في تحضين او ان انت تعود اليمام على المكان. شايفين يا شباب ما شاء الله تعالى هي ديت اليمامه يا جماعه الخير، واليمامه اختها الثانيه تحت موجوده في العش اهيت. دي يا شباب اليمام اللي احنا كنا جايبينه زغاليل صغيره ما شاء الله تعالى. شايفين يا شباب اليمام خلاص مقرب يطير. طبعا يا شباب ما ينفعش نربيه ليه؟ لان اليمام بيبقى مناعته قويه جدا جدا جدا، بيحمل اي مرض ما عندوش اي مشاكل، وبيمشي بيه وما بيبقاش حاسس بالمرض اصلا، ولكن بيعدي بقيه الطيور. اليمامه يا شباب اللي شايفينها قدام حضراتكم ديت اللي وزنها ما يجيش تقريبا 250 جرام او ما يجيش كمان 200 جرام. فاليمامه ديت الوزن بتاعها مش مشكله، لكن هي بتبقى حامله قيمه غذائيه اعلى من جوز حمام. اليمامه الصغيره اللي شايفينها قدام حضراتكم ديت يعني مش عايز اقول لكم القيمه الغذائيه بتاعتها اعلى من جوز حمام، من اللي هو حمام بيندبح، اعلى من جوز. طبعا انا مستوى الحمام عندي كله بفضل الله، ما عنديش غير زغاليل صغيره اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم ديت، وفي جوز اهوت يا شباب. يعني اليمامه اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم ديت بقد حمامتين زي كده، قد حمامتين زي كده. يلا يا شباب اوريكم نوع الحمام اللي ما ينفعش ان احنا نربيه مع الحمام، نوع الحمام ما ينفعش ان احنا نربيه على الحمام. دي حاجه يا شباب ديت حمامه مقربه تحصي. تعرف ان الحمامه ديت مقربه تحصي ازاي؟ لان يا شباب الحمامه بيبقى عند قصعه الديل من ورا، الحمامه عند قصعه الديل من ورا بتبقى عامله كده، عند اخر الديل بتلاقي الحمامه عامله كده بالطريقه دي، نفس الحمامه اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم ديت. يعني ديت ان شاء الله تعالى بكره الحمامه دي هتحصي، بكره الحمامه ديت هتحصي. نوع الحمامه يا شباب اللي احنا ما ينفعش نربيه مع الحمام. طبعا انت ممكن تربي حمام كتير، ولكن النوع اللي انا هوريه لك دوت ما ينفعش مطلقا ان انت تربيه مع الحمام، لان النوع دوت المناعه بتاعته قويه جدا جدا جدا، وبيبقى حامل الامراض وينقلها للحمام الثاني، ينقلها للحمام الثاني، ولكن هو ما بيصابش او ما بيبقاش حاسس اصلا بالمرض، او المرض ما بيأثرش فيه. طبعا يا جماعه الخير طبعا احنا بنربي حمام بلدي، الحمام البلدي اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم دوت ده طبعا عندي بالاضافه عندي كذا نوع. يعني عندنا الحمام الهزاز اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم في الصوره ديت، عندنا برضه حمام هجين كتير يا شباب. عندنا طبعا الحمام اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم دون ده حمام يا شباب كركندي، وده حمام هجين، حمام الهزاز اهوت ما شاء الله بفضل الله، وده حمام يا جماعه الخير حمام شقلباز. ولكن الغالب عندي هو الحمام البلدي. عندنا حمام زاجل برضه يا شباب، الحمام الزاجل اهوت برضه يا جماعه الخير، ده الحمامه حنينه جدا ما شاء الله تعالى. ده الحمام الزاجل يا شباب، ده الحمام الزاجل، الحمامه الزاجل ديت من احن الحمام عندي. الحمام الزاجل ده يعني لو ربيته عندك ما يسيبكش، ما يسيبكش، لو ابن الذي ما يسيبكش. طبعا يا جماعه الخير في حمام لحم فرنساوي برضه يا شباب، كل الانواع ديت احنا نربيها ما عندناش اي مشاكل. ممكن تربي حمام الزينه، ممكن تربي حمام الغزار، ولكن نوع الحمام يا شباب اللي انا هوريه لكم دلوقتي، يلا بينا يا شباب انا حابسه والله العظيم عشان اوريه لحضراتكم. الحمامه دي جت لي بالصدفه، فتعالوا نوريها لكم يا شباب عشان الناس ما تربيش نوع الحمام دوت. اوعوا يا شباب تربوا نوع الحمام ده عندكم الا اذا كان ان الحمام دوت اصلا يعني انت مربيه على ايدك. طبعا يا شباب ده حمام البنايده، الحمام الكشك اللي حضراتكم كلكم عارفينه، ولكن مش ده برضه الحمام اللي انا اقصده، او مش ده الحمام اللي اقول لكم ما تربوهوش. الحمام الكشك يا جماعه الخير حمامه مصريه اصيله، حمامه طول عمرنا ان احنا بنربيها ما عندناش فيها اي مشاكل، حمامه جميله جدا. ولكن ده النوع يا شباب اللي انا بقول لكم ما تربوهوش، ده نوع الحمامه يا جماعه الخير اللي انا بقول لكم عليه ما تربوش. الحمامه دي يا جماعه بالذات
ما ينفعش ان احنا نربي الحمامه ديت بالذات. الحمام دي يا جماعه الخير الحمامه ديت حمام بري. يعني ايه احنا ما نربيش حمام بري؟ لا، ربي حمام بري، ولكن كون حمامه انت فارخها على ديك او حمامه جايبها من مصدر موثوق منه. ما تجيبش حمام بري يكون حمامه طايره زي اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ديت. الحمامه دي يا شباب جايه لي مجهوله المصدر، ما ينفعش ان انا نسيبها مع الحمام، لان يا جماعه الحمامه ديت بتبقى حامله امراض كتير، حامله امراض كتير، وتبقى المناعه بتاعتها قويه جدا بتستحمل المرض، ولكن لما بتشرب مع الحمام بتاعه وما تاكل مع الحمام بتاعي بتنقل له الامراض اللي هي جايه بيه. ليه يا جماعه الخير؟ لان الحمام البري ده بيتربى في الجبال وتربى في المرتفعات، وممكن يتربى في اي مكان يا شباب. هو بيعشش وما بيبقاش له اصحاب اصلا، وبيشايل امراض كتير خالص، فبينقل الامراض للحمام بتاعي. فما ينفعش ان احنا نربي نوع الحمام ده يا جماعه الخير اللي هو الحمام البري. طبعا القيمه الغذائيه زي ما قلت لحضراتكم بتاعه الحمام البري اعلى بكتير من اي نوع حمام تاني. الحمام اللي انتم شايفينها قدام الصغيره ديت اللي حجمها يعني حجمها صغير خالص، ما يعني حجمها صغير خالص، الحمام ده يا جماعه الخير القيمه الغذائيه بتاعتها اعلى من الحمام اي نوع حمام تاني. زي ما ليه اضراره هو ليه طبعا مميزاته، ولكن احنا النوع ده شباب ما ينفعش ان احنا نسيبه عندي. اوعى تجيلك حمامه زي كده وتفرح بيها، اوعى تجيلك حمامه زي كده وتفرح بيها. لو انت فرحت بيها وسبتها عندك في المكان يبقى انت بتدمر الحمام عندك كله بالكامل. فالحمام ده يا شباب ما بيترباش او يتربى ولكن من مصدر موثوق منه، مصدر انت جايبه عارف جايبها منين، ولكن انت جايلك حمام بالصدفه كده ما ينفعش نهائي ان احنا نربي نوع الحمام. عندك حمام كتير يا شباب ممكن تربيه، عندك الحمام البلدي، عندك الحمام الاسترالي، عندك طبعا انا مش هقول انواع معينه ولكن كل الانواع بتتربى، ولكن النوع ده بالذات ما ينفعش ان احنا نربيه. شايفين يا جماعه الخير الحمام البلدي ما شاء الله تعالى، يعني كله هتلاقيه معشش، كله هتلاقيه واقف في العيون بتاعته، يا اما محصي يا اما تحته زغاليل يا اما حمام زي كده واقف مقرب البيض. شايفين يا شباب خير ربنا كتير ما شاء الله تعالى. كل الحمام طبعا ده حمامه زاجل يا جماعه الخير، ده حمامه زاجل يا جماعه الخير، طبعا ده حمام بلدي وده حمام برضو حمام ازرق قطيفه. في عندنا انواع حمام كتير ما شاء الله تعالى. ده حمامه برضو زاجل يا جماعه الخير، حمامه ما شاء الله تعالى حنين جدا جدا في الزغاليل، في تحضير الزغاليل. وده حمام يا شباب استرالي، وده حمام برضو حمام بلدي. كل انواع الحمام ديت انا نربيها بفضل الله بامر الله. الحمام يا شباب اللحم فرنساوي زي ما انتم شايفينه قدام حضراتكم اهوت، وطبعا ده برضو الاهالي بتاعتهم الحمام اللحم فرنساوي. حمام اللحم فرنساوي يا شباب بيمتاز او من مميزاته ان حدقه العين، حدقه العين يا شباب بتبقى محمره كده زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. والحمامه ديت ما بيبقاش فيها اي لون ريش تاني غير الريش الابيض، اي لون ريش تاني غير الريش الابيض. طبعا يا شباب الام برضو واقفه في العش هي عشان هتحصي تاني بفضل الله بامر الله، هتعمل عش جديد وان هي تبدا تحصي. لما الحمامه تلاقيها واقفه كده وعايزه تضربك كده تعرف الحمامه دي هتحصي. ده فيديو يا شباب بتاع النهارده، كان فيديو طبعا عشان ان احنا نخلي بالنا ونحذر لو في حمام غريب جالك، اي نوع حمام غريب جالك لازم تحجزه، وخصوصا الحمام البري يا جماعه الخير ما ينفعش ان احنا نربيه مطلقا لو مصدر مجهول او مصدر مش معروف، عشان الحمامه ديت ما تنقليش امراض وتعدي القطيع عندي بالكامل. يا رب يا شباب اكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. دعمونا بالله يا جماعه الخير عشان نستمر ونقدم لكم افضل الفيديوهات، واعدكم ان شاء الله تعالى بفيديوهات قويه جدا 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 في الفتره القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.